عندنا بعد كده المونتير المسؤول عن مونتاج الفيديوهات. لازم يكون على دراية تامة ببرامج المونتاج الاحترافية عشان يقدر يطلع منها شغل احترافي. لازم يكون فاهم أساسيات التسويق علشان يقدر ينشئ الفيديو المناسب للشريحة اللي احنا بنخاطبها. يعني لما نيجي نعمل فيديو خاص بالأمهات أمره مختلف لما نعمل فيديو خاص بشريحة شباب من سن ال 15 سنة لسن ال 20 سنة أو 25 سنة. أمرها مختلف لما نكون بنخاطب ناس من 30 سنة ل 60 سنة، فكل شريحة منهم أمرها مختلف. علشان كده لما بنيجي نعمل فيديو أو نعمل تصميم لازم بنراعي الفروق السنية والفكرية والاجتماعية وكل حاجة في الفيديوهات بتاعتنا، من حيث الفروق السنية، الطبقة الاجتماعية، اللغة، الفكر، المستوى الثقافي، المستوى الدراسي، البلد اللي احنا بنخاطبها، العادات، التقاليد، الاهتمام. لازم كل ديت امور يراعيها في التصميم وفي المونتاج علشان نقدر نخاطب الشريحة بشكل مناسب. فلازم يكون على علم وعلى دراية بأمور التسويق وأساسيات التسويق. لازم يكون على علم ودراية بالألوان، لأن الألوان هنا لازم يحافظ على ألوان البراند. الألوان في التسويق ليها تأثير قوي جدا. بنلاقي المجالات زي المطاعم بتلعب في ألوان البني، البرتقاني، الأصفر، الأحمر، حاجات هي محفزة للشهية وللجوع وتشد العين من ناحية الأكل. هنلاقي الشركات ألوانها في بيج، أزرق، أخضر، حاجات بتدل على الثقة، بتدل على الأمان، بتدل على الأريحية وهكذا. فإذا من هنا لازم يكون عنده علم بالألوان ديت ودراية بعلوم الألوان وارتباطها بالتسويق علشان يقدر يراعي ده في التصميم وفي الفيديو اللي هو بيعمله. لازم يكون على دراية برضو بالمؤثرات الصوتية، عشان المؤثرات الصوتية مع المؤثرات البصرية بتخلق حالة من المشاعر عند المشاهد. فعلشان كده لازم يكون عنده علم وملم بالمؤثرات الصوتية والبصرية علشان يقدر يخدم المونتاج بتاعه بشكل كويس جدا. وهنلاقي اصلا ان الفترة اللي احنا موجودين فيها كل حاجة بقت فيديو، بقت ريلز، بقت تيك توك، بقت يوتيوب. فاذا ان هو بقى مهمة قوية واساسية مطلوبة بشكل كبير جدا جدا جدا، سواء في إدارة التسويق، سواء في صناعة الميديا، أو سواء في التلفزيون. يقدر يشتغل في قنوات إعلامية، قنوات إخبارية، يشتغل في شركات إنتاج فني، إنتاج إعلامي مع إدارة التسويق. فإذا من هنا هو عنده فرص كتير جدا للشغل. ممكن يشتغل كمان فريلانس. المصمم برضو ممكن يشتغل فريلانسر. يبقى فريق التسويق ده كله ممكن يشتغل في إدارة تسويق في شركة، أو في شركة خاصة بالتسويق، أو في شركة تسويق إلكتروني، أو في الإذاعة، تلفزيون، في شركة إنتاج إعلامي، في شركة إنتاج فني، في شركة تصوير. ليهم أماكن كتير جدا يشتغلوا فيها.